ولسه الدنيا ياما هتورينا حاجات جديدة وغريبة. الجهاز ده حاجة كده من الخيال، يا دوب بتحط له دقيق وبيض ومية وبيطلع لك من الناحية التانية مكرونة بجميع أشكالها وأنواعها ومن غير بينا بينا غلي علينا زي ضيعانين بينا بينا. بينا 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 بينا. صارت عنا البينك باستا جاهزة. انسوا الترند، انسوا لونها اللي كتير على طرف. وعندي الشمندر قشرته وحطيته بالخلاط الكهربائي، قطعته طبعا وضفت فوقه قطعة من جبنة الفيتا تقريبا 100 جرام ومعلقتين كبار من الجبنة الكريمية. أنا استخدمت المسكربون. نص معلقة صغيرة كتير من الثوم مهروس، أو إذا ما بدكم تعذبوا حالكم تهرسوا الثوم ضيفوا فصين من الثوم، رشة ملح، رشة فلفل أسود، وشوية مي سخنة لحتى يقدروا ينخلطوا مع بعض. فيكم كمان تضيفوا من مية سلق الباستا وبنخلطهم مع بعض وبيبدأ بيطلع لكم هاللون اللي بياخد العقل. بنجيب الباستا بنحطها بالصحن وبنضيف فوق الصوص وبنحركهم مع بعض وصارت جاهزة. بالنسبة لطريقة تقديمها، فينا نحط على وشها قطعة من جبنة الفيتا، فيكم تحطوا جبنة موزاريلا مع شوية ورقتين 3 نعناع مشان يعطي معكرونة بالكريمة البيضاء كلنا بنعملها، بس كل واحد بتطلع معه بطريقة مختلفة. أنا أول شي سلقت السباجيتي المعكرونة بالزيت زيتون والملح، وبعدين حطيت زيت زيتون وزبدة، قليت الثوم، لما دبل الثوم حطيت الفطر المقطع الفريش فوقهم، ولما دبلوا كمان من بعدها نزلت الكريمة، كريمة الطبخ السائلة، حركتهم كمان. من بعدها صار وقت الملح والأوريجانو، من بعدها كمان الموزاريلا تشيز وكمان البارميزان تشيز اللي بتعطي نكهة كتير كتير طيبة، وحركتهم لحتى صار حركتهم كتير منيح. وحطيت باقي مي سلق المعكرونة فوقهم، ودوبت معلقة نشا كبيرة بشوية مي وحطيتهم فوقهم لحد ما نحصل على هيدا القوام بالأخير. شوفوا قد الليلة حنعمل مكرونة بالتكوى أو زيت الفول السوداني. أنا بحب أسميها مكرونة الداخلية، مشهورة في الداخلية. إنه صلصة، ملح، شطة وفلفل أسود، دكوة، ملح، توم وليمون جدا. دابت معانا. ندوب زي ما قلنا قدر ملعقتين. ندوب نخلطهم مع بعض كلها. دابت معانا. هنضيف الموية شوية شوية. هنحاول إنه قوام الصوص يكون في. ضفت نص المقدار وضفت الباقي. حابين ممكن أنا هسه عملت كمية بسيطة. ده القوام بتاع الصوص بتاعنا. هنضيف الشطة والفلفل الأسود. أنا ضفت نص المقدار وضفت الباقي. حابين ممكن أنا هسه عملت كمية بسيطة لأنه عندي العيال في البيت، فحسب انتو دابت معانا. ندوب معجون الطماطم الكثير، الصوص سايل فيه كثير. هنضيف الشطة بتاع الصوص بتاعه. المكرونة كده استوت، ما كان فيها موية. ضفت الصوص وحنبدأ نخلط الصوص. ضفت باقي الشطة والفلفل وحابشر
فيها التوم من فوق وهي لسه بتكون على النار هذه. نحركها. آخر حاجة حنضيفها الليمون. الليمون برضو اختياري، الكمية